صدرت الترند وشغلت مواقع التواصل. فيا ترى مين هي سمارة يحيى وايه قصتها مع حارس مرمى المنتخب وحارس مرمى البنك الاهلي؟ اسمها سمارة يحيى ملكة جمال العرب في 2019، واعلنت من ايام انفصالها عن حارس مرمى فريق البنك الاهلي لكرة القدم وهو الحارس محمد ابو جبل. وكتبت سمارة يحيى على ستوري في الانستجرام: تم الانفصال بيني وبين محمد من شهر، والاجراءات بتاخد وقت وليس لي اي صلة وهو نفس الشيء، ولما يحصل طلاق رسمي سنعلن عنه كما اعلنا زواجنا. الاسباب والتفاصيل شيء يخصنا ونستأذنكم احترموا خصوصيتنا، والقرار كان بالتراضي. وسمارة اتولدت في شمال الجزائر وعندها دلوقتي 30 سنة. حصلت على ليسانس في التسويق واكملت دراستها العليا في الولايات المتحدة في مجال الاتصالات. درست اللغة الإنجليزية في بريطانيا لمدة عام، وفي 2018 حصلت على لقب ملكة جمال الجزائر. أما بقى في 2019 فحصلت على لقب ملكة جمال العرب، وده اللي كان ليها قصة كبيرة. ففي مارس 2020 أعلن مهرجان تتويج ملكة جمال العرب سحب اللقب من سمارة ومنحه للوظيفة الأولى بسبب إخلالها بالعقد. سمارة بتحب التصوير والفن ودايما بتحرص على رشاقتها وبتلعب الرياضة، ومن هنا جت قصتها مع محمد أبو جبل، ونشأت بينهم قصة حب قوية انتهت بالزواج عشان تطلع بعد كده وتعلن الانفصال. ودلوقتي سمارة بتركز على عملها كموديل في مجال الموضة بعد فوزها في مسابقات ملكات الجمال، ودخلت عالم الموضة ومستحضرات التجميل بترشيح من شقيقتها. بيتابعها على الانستجرام أكتر من 880 ألف متابع. اما عن الانفصال الرسمي فده ما فيش عنه اي معلومات لغاية دلوقتي. تابعونا على مولاتي عشان تعرفوا كل جديد.